سقط النظام. زعلانة، متضايقة، كندا حنا مقهورة، سقط النظام. متضايقة الأخت، راحت الواسطة، راح اللي حطها بالنجومية، ما بيهمها، قتل، دمر، شبح، صيدنايا، مساجين، قصف، دمار، مثل إجرة. رح تبكي. شو صار مع كندا؟ كانت صدمة بالنسبة لي كتير كبيرة. يمكن صدمة كبيرة. شلون بشار الأسد صار له 60 سنة حاكم سوريا بالحديد والنار، اللي قتل أكثر من مليون، اللي هجر 14 مليون، صدمة كبيرة يسقط. مو هي بخير؟ مو جماعتها بخير؟ خليه يفنس الشعب السوري كله لطيزة. أسبوع كانوا مدمرين، يعني مدمرين من باب إنه نحن ما بقى قادرين، وأي شيء بده يصير إذا ما كان إيجابي. أسبوع عاشته أو أسبوعين مدمرين. لك حتى الشعب السوري إنه ينزل يحتفل عنده يا دمار. السجناء اللي طلعوا من سجون بشار الأسد دمار. الاحتفالات بساحات سوريا دمار. دموع المهجرين، دموع الفرح دمار بالنسبة لها الأخت. فهمتوا عليها لكندا حنا؟ حرية رأي هاد. هلا حرية رأي انه هي مقهورة بسقوط اللي قتل اهلي واللي شرد ناسي واللي اغتصب في عرضي واللي قصف بيتي. عادي. لمصلحة الناس ولمصلحة الشعب نحن رح نروح لمكان نرجع ممكن يكون أقسى. نرجع نحن بدنا نروح لمكان أقسى من وجود حزب الله، أقسى من وجود فاطميون وزينبيون ونبش القبور وقتل السوريين والقصف في البراميل وبالكيماوي وتدخل 1000 دولة بسوريا. أقسى نحن رايحين على مكان أقسى. تفضلي. بدق لك تليفون بيقول لك إذا حدا فات عليك على البيت أيوة بده مثلا مفاتيح السيارة، أيوة شو مدري أعطيهم وخليه ياخذهم. متضايقة إنه ممكن يصير فلتان أمني، حدا يدخل لعندها على البيت بده مفاتيح السيارة. أما قتل السوريين كله ما اسمه عنده فلتان أمني. قصف إدلب يوميا مو فلتان أمني هذا، لك العجرة ما عندها مشكلة. كل شيء صار بسوريا هذا اسمه أمن واستقرار عندها للأخت. أهم شيء المصلحة. هيك فكرت، هيك حاسس في سيخ نار عم يفوت. هيك سيخ نار، الناس عم تحتفل وهي حاسة بسيخ نار. يحرق لي كل جسمي، عم يحرق لك الجسم. الأمور بالنسبة لهم عادي، يعني هن مشكلتهم انهم ما بدهم يسمعوا صوت رصاص. هي ما بدها تسمع صوت رصاص، اما باقي المدن تحترق لصرمايتها ولك جارة ينقتل لأجرة. ما عندها مشكلة كندا حنا. وبدكو ديانا نسمح لكم بحرية الرأي والتعبير.